قبل ما أبدأ القصة دي قول سبحان الله وبحمده، لأنك هتسمع حاجة والله هتخليك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. القصة دي مش فيلم ولا مسلسل، دي واقع اتسجل في ملفات النيابة، والناس كلها كانت فاكرة إنها أسطورة لحد ما الحقيقة طلعت أبشع بكتير من الخيال. تابع معايا للنهاية وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واكتب في الكومنت سبحان الله. ولو أول مرة تشوفني اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان القصص اللي جاية مرعبة وغريبة قوي. في بداية التسعينات في قرية صغيرة من قرى محافظة سوهاج كان في ست اسمها الحاجة سعدية، كل الناس بتحلف بيها، معروفة إنها ست طيبة مؤمنة بتساعد الكل، بتطبخ للأيتام وتزور المرضى وتقف جنب أي حد في ضيقة. كانت شبه ملاك ماشي على الأرض، لدرجة إن أي مشكلة تحصل في البلد الناس تقول هاتوا الحاجة سعدية دي بركتها كبيرة. لكن اللي محدش كان يعرفه إن ورا الوش الطيب ده كان فيه سر مرعب مدفون جوه بيتها وجوه قلبها. القرية كانت بسيطة جدا، ناس عايشة على قدها، فلاحين بيصحوا من الفجر يروحوا الغيط، والعيال بتلعب في الترعة، والليل هناك كان بيجي بدري الساعة 7 والظلام يبلع الشوارع. بس في يوم غريب حصلت حاجة كسرت الهدوء ده. بنت من البلد اسمها نجلاء راحت تشتغل عند الحاجة سعدية وما رجعتش. قالوا يمكن راحت عند خالتها، يمكن هربت، يمكن تاهت. لكن بعد أسبوع ولا أثر. الناس بدأت تهمس هي راحت فين؟ بس محدش كان شاكك في سعدية. إزاي يعني؟ دي ست بتصلي وبتحج وبتتصدق. الشك فيها كان زي الكفر في نظر الناس. بعد شهر شاب من القرية اسمه رمضان راح يوصل حاجة لبيت سعدية، برضه اختفى. بس المرة دي الموضوع بدأ يقلق. الناس بدأت تحكي حكايات غريبة، واحدة تقول أنا شفتها بتدفن حاجة في نص الليل، وواحدة تانية تقول كنت سامعة صوت غريب من بيتها كأن في حد بيصرخ. لكن برضه محدش صدق. إزاي يعني الست الطيبة دي تعمل كده؟ التحقيقات كانت ماشية في كل اتجاه، بس مفيش دليل ولا شاهد ولا أي حاجة، لحد ما حصلت الكارثة اللي قلبت الدنيا. في يوم الجيران شموا ريحة غريبة طالعة من بيتها، ريحة قوية جدا شبه اللحم المحروق بس فيها حاجة مش طبيعية. واحد من الجيران قال يمكن قطة ماتت عندها، بس الريحة كانت بتزيد كل ساعة. وفي يوم تاني في عز الليل الدخان طالع من مطبخها وصوت غليان عالي زي ما يكون في حاجة بتتطور. الجيران خافوا، راحوا يخبطوا، محدش بيرد، فضلوا يخبطوا بالعافية لحد ما راجل منهم كسر الباب ودخل. المنظر اللي شافوه جوه المطبخ خلى الرجالة تصرخ زي الأطفال. على البوتاجاز كان في حلة كبيرة بتغلي وجواها حاجة مش مفهومة. الريحة كانت خنقة، ولما واحد قرب يشوف وقع على الأرض من الصدمة. جوه الحلة كان في جثة متقطعة، نصها مطبوخ والنص التاني لسه بيتسلق. واللي زاد الرعب إنهم عرفوا وش البنت، كانت نجلاء، البنت اللي اختفت. الشرطة وصلت بسرعة والناس كانت متجمعة بره البيت، كلهم مرعوبين، واللي شايف المشهد ما بيقدرش يصدق عينيه. دخلوا لقوا الحاجة سعدية قاعدة في الصالون لابسة جلابية بيضة ومسبحتها في إيدها، هادية جدا ووشها مبتسم. الضابط سألها إيه اللي حصل يا حاجة سعدية؟ بصت له وقالت له بمنتهى الهدوء كل ده بإذن ربنا. سألوها انتي عملتي كده ليه؟ قالت اللي بيغلط لازم يتطهر. الكلمة دي خلت الضابط يسكت لحظة، بعدين سألها يتطهر ازاي؟ قالت الطهارة بالنار والمية والروح. الضابط بصلها وقال انتي قتلتي البنت دي؟ ابتسمت وقالت أنا ما قتلتش حد، أنا خلصت روحها من الذنوب. بدأت التحقيقات، وفي أول جلسة اعترفت باعتراف قلب الدنيا. قالت إنها بتستدرج البنات اللي بيشتغلوا عندها وتخدرهم بحجة إنها هتعمل لهم غسل روحاني تفك بيه نحس أو عين، وبعد ما يناموا كانت تقتلهم. بس المصيبة مش كده، كانت بتقول إنها بتستخدم أجزاء من أجسادهم في وصفات سحر
علشان تحافظ على شبابها وتكسب رضا الجني رمان. رمان ده على كلامها كان جني ظهر لها بعد وفاة جوزها. قالت إنها كانت بتسمع صوته في الليل، وكان يوعدها بالغنى والخلود، ويقول لها اعملي اللي أقولك عليه وأنا هديك كل اللي نفسك فيه. ومن يومها بدأت تشوف خيالات، تسمع أصوات في البيت وتكتب طلاسم على الحيطان. الناس كانت فاكرة إنها بتعمل عبادات، لكن الحقيقة إنها كانت بتعمل طقوس شيطانية. التحقيقات كشفت مصايب. لقوا في بيتها أوضتين مقفولين بالمفتاح. لما فتحوهم لقوا جدران متغطية برموز غريبة، وتماثيل صغيرة محروقة، وورق مكتوب عليه أسماء ناس من القرية. ولقوا كمان جمجمة آدمية ملفوفة بقماش أحمر. المنظر خلى حتى الضباط نفسهم يرجعوا خطوة لورا. واحد فيهم قال: دي مش ست، دي الشيطان في هيئة بني آدم. الموضوع انتشر في كل مصر، الصحف، التلفزيون، القنوات، الناس كلها بتتكلم عن سفاحة سوهاج. بس رغم كل ده كانت الحاجة سعدية في التحقيق بتضحك وتقول: أنا ما عملتش حاجة غلط، هو اللي أمرني. سألوها: مين؟ قالت: رمان. بعد كده أثناء المحاكمة اعترفت إن عندها أكتر من 7 ضحايا، كلهم نفس الطريقة. البعض دفنتهم في الجنينة، والبعض تخلصت منهم في الترعة. ولما النيابة راحت تفتش لقوا فعلا بقايا عظم وبقايا شعر، وكل حاجة كانت بتأكد إن كل كلمة قالتها حقيقية. لكن الغريب مش هنا، الغريب كان في نهايتها. في يوم نطق الحكم وهي واقفة قدام القاضي، بصت له وقالت له: هو جاي يا بيه، هيجي ياخدني دلوقتي. وبعد ما القاضي نطق بالحكم بالإعدام وقعت مغشن عليها، وبعد دقايق ماتت. الدكاترة قالوا جلطة مفاجأة، بس الناس في القرية قالوا الشيطان هو اللي أخدها بإيده. من يومها بيتها اتقفل، بس كل اللي حاول يدخل بعد كده حصل له حاجة. واحد من الجيران قال: أنا كنت معدي بالليل وشفت نور في المطبخ وسمعت صوت غليان، وصوت ست بتضحك وتقول الطهارة قربت. وفي مرة تانية واحد شافها في البلكونة شايلة القدر في إيديها وبتبتسم. الناس بدأت تقول إن البيت مسكون وإن روحها لسه فيه. كل اللي يقرب منه يحلم بيها، يحلم إنها بتناديه بالاسم وتقوله: تعالى، الطهارة ناقصها روح. وفي سنة 2001 حاولوا يهدموا البيت. أول عامل بدأ الشغل وقع من فوق السقف ومات في الحال. تاني عامل انسحب وقال: أنا شفت ست لابسة أبيض واقفة فوق القدر وبتضحك. القصة دي مش بس عن جريمة، دي عن إزاي الشيطان ممكن يدخل قلب إنسان ويحول الخير اللي فيه لجحيم. الوش الطيب مش دايما دليل على الطهارة، والسكوت ساعات بيحبي وراه نار. لو وصلت لحد هنا قول سبحان الله وبحمده، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان اللي جاي مرعب أكتر مما تتخيل. بس دايما فاكر، اذكروا الله يذكركم.